عشان ابني او بنتي تطول لازم ينام بدري ولازم ينام في غرفه مظلمه. ده العامل الاول. العامل الثاني التغذيه السليمه. هنتكلم عن الاكل. في بعض الاكلات المهمه جدا اللي هتخلي ولادنا يبقوا اكثر طولا. كل النباتات المتسلقه زي اللبلاب، زي العنب، زي القرع، زي الكوسه، زي البطيخ، زي الخيار، البذور بتاعتها تحتوي على هرمون النمو. بذور النباتات المتسلقه تحتوي بنسبه كبيره جدا على هرمون النمو. يعني اللي بيجيب بطيخ ولا كنتالوب ولا شمام ولا شهد ولا عنب، البذور دي كلها المفروض ما يرميهاش. المفروض ناخد البذور دي نجففها ونطحنها، ما نحمصهاش، وندي الطفل منها، نحطها له في الشوربه، نحطها له في العصير، نحطها له في اي اكل من الاكلات بتاعتنا، معلقه 3 مرات في اليوم في المرحله ما قبل البلوغ حتى سن 18 سنه. اذا كنت عاوز احافظ على معدلات النمو في الطول ال 10 سم كل سنه، الطفل يزيد 10 سم وانا مرتاح. طبعا الجينات بتلعب دور مهم والعوامل الوراثيه بتلعب دور مهم، ولكن الاهم من ده كله ان انا اضيف هذا المكمل الغذائي بذور النباتات المتسلقه، بذور العنب، بذر القرع، بذر الكوسه، بذر الخيار، بذر القته. كل النباتات اللي بتمتد وبتطول دي الدراسات العلميه اثبتت انها تحتوي على هرمون النمو. بناخدها ممكن نخلطها مع شويه عسل وشويه رويال جيلي وحبوب لقاح وشويه جانسنج ونديها لابننا، هنلاقيه باذن الله يطلع طويل وقوي وجامد. مهم قوي الاضافه الغذائيه او المكمل الغذائي اللي احنا اخترعناه الان. ده اختراع بسيط جدا من بذور البطيخ، القرع، الكوسه، العنب. كل النباتات المتسلقه بنطحنها ونضيفها على شويه عسل وجانسنج ورويال جيلي وحبوب لقاح ونخلطهم وندي الطفل معلقه 3 مرات في اليوم. اذا كان ابننا سمين يبقى هنديها له قبل الاكل بنص ساعه. اما اذا كان نحيف ورفيع يبقى هياخد الخلطه بتاعه الهرمونات النباتيه دي بعد الاكل.